كوباية شاي عالرايق تفوقك لو متضايق، ونكتة تضحكك من القلب، وحمص الشمع الكورنيش، وخد طبق فول ورغيف عيش، وقعد وغمس هنا على جنب، راضيين نعيش فيها عالقد. وهي دي مصر اللي بجد. في مصر تروح في أي مكان، في ناس مختلفة في الألوان، لكن نفس الطباع بالظبط. وفي التكاي بقى قاعد شيخ، في تشقيق وشه تقرا تاريخ، بيخبط جوه قلبك خبط. بنصلي جمعة وقداس حد. وهي دي مصر اللي بجد. في ناس علشان نعيش في أمان يقفوا في وش أي جبال، وياخدوا الضرب قادرين، ورغم إن الوجع بيزيد هنكمل حلم كل شهيد كأنه لسه وسطينا. جيش مصر هنا واقف 100 سنة. وهي دي مصر اللي بجد. والله اللي بيتعمل فيه يا مصر ما يخطرش على بال حد. أعزائي المشاهدين، نحييكم من بين ربوع الدلتا ونتوجه إلى جامعة المنصورة، وبالتحديد إلى كلية العلوم جامعة المنصورة، ولقاءات حصرية ومتميزة من داخل الكلية نحو هدف حياة كريمة للمواطن على أرض الدلتا ومحافظة الدقهلية. فهي معنا وهذه الحلقة الجديدة من داخل جامعة المنصورة، وخاصة من داخل كلية العلوم. الأستاذ الدكتور محسن زهران، أستاذ الفيزياء النووية والنظرية بكلية العلوم جامعة المنصورة، ووكيل الكلية لشؤون الطلاب والتعليم، قيادة تعليمية متميزة على أرض مصر وخاصة في قلب الدلتا وجامعة المنصورة. أنا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب، كل سنة والقناة الستة طيبين دائما وأبدا. دكتور صلاح منور كلية العلوم جامعة المنصورة، وكادر قناة الدلتا المميز اللي احنا بنسعد بهم دائما وأبدا لرصد أحداث إقليمنا الجميل والرائع. دكتور، قطاع التعليم والطلاب قطاع كبير، قطاع مهم، قطاع أكثر قربا للطالب اللي داخل الكلية. بداية، إيه هي رسالة قطاع التعليم والطلاب المقدمة داخل كلية العلوم؟ احنا في قطاع التعليم والطلاب عندنا عدد من المبادرات بتعتمد أو بتتوافق مع الإطار الشامل للتعليم لوزارة التعليم العالي. احنا مثلا اولا بنقدم تعليم فعال يليق بالعشرية القادمة او يليق بتعليم المستقبل. اتنين، احنا بننمي مهارات الطلاب المعرفية والتربوية بحيث انه ما يبقاش تعليم اكاديمي، لا ده احنا لازم ننمي الشخصية، لازم نخلق شخصية مستنيرة تحترم الاخر، يكون ضد التفكير المتطرف، يكون نافع لمجتمعه. النقطة الثالثة، احنا عاوزين كرؤية بتقدمها كلية علوم
جديدة، ان احنا نخلي الطالب بتاعنا منتج لفرص العمل وليس مستهلك له. وده اللي هو بنسميه الجيل الرابع او جيل 4.5، ان احنا يكون عندنا نوع من انواع الطلبة يكون عندهم نوع من انواع الشراكات او الستارت اب، بحيث انه يخلق فرصه بنفسه، ما ينتظرش انه يخرج لسوق العمل. وخصوصا لو احنا قدمنا له تعليم متميز يليق ان هو يبقى يكون له مشروعه الخاص، يكون له قدراته الخاصة، يكون له عضو نافع يقدر ينافس في سوق العمل الجبار اللي هو موجود مستقبلا. حضرتك قطاع التعليم والطلاب قطاعين، بيهتم بالتعليم وبيهتم بالطلاب. لو قربنا لموضوع الطلاب ويبقى فيه اهتمام كبير بموضوعات كثيرة ومتعددة، بأنشطة كثيرة ومتعددة، بفكره الثقافي، بفكره التعليمي، باختيار القسم اللي هو داخله في المرحلة البدايات البكالوريوس. قربنا من قطاع الطلاب وكيفية اهتمام قطاع الطلاب والتعليم بالطلاب. احنا من دي 1 زي ما بنقول، او من اول يوم في وجوده هنا، احنا بنعطي للطالب فكرة واضحة عن مؤسسة تعليمية محترمة لها دور ومساهمة في الحركة العلمية على مستوى مصر كلها. احنا كوادرنا وابنائنا واخواتنا موجودين في كل المراكز البحثية، 54 سنة من البحث والتعليم. بنشرح للطالب قيمة كلية العلوم كمبنى وكثقافة وكتعليم وكبحث. وجودنا في كلية العلوم هي كلية متميزة حتى على جامعة المنصورة، في جامعة المنصورة كلها. طيب احنا بنقول للطلبة في البداية ايه البرامج التعليمية الموجودة اللي عندنا، ايه فرص ان هو يقدر يحقق ذاته فيها، ايه اللي ممكن يتوائم ويتلائم مع مستواه وتخصصه. عندنا ارشاد اكاديمي نشط من اعضاء التدريس، بنشرح له حتى اللوائح الدراسيه في محاضرات اونلاين من اول يوم، حتى اولياء الامور بيبقوا موجودين معانا، وبنشرح قد ايه احنا كمؤسسه لينا قدره تنافسيه كبيره في اقليم في حوالي 8 أو 9 جامعات، دايره نص قطرها 60 كيلو متر. لابد ان احنا نثبت ذاتنا، لابد ان احنا نكون متواجدين، لابد ان نكون البرامج الدراسيه بتاعتنا منافسه، ونكون بنقدم خدمه تعليميه متميزه. فاحنا بنشرح للطالب من الاول انت فرصك في الاقسام ايه، انت المواد المتاحه ليك ايه. طيب حتى لو كان في تعليم مميز بمقابل، احنا بنقول له من البدايه ايه ترتيب الاحداث اثناء دراسته، وايه فرصه في انه يتفوق ويتميز. طيب احنا عندنا لو طلبة بعض الطلبة بيكونوا متعثرين، بنجهز لهم برنامج خاص بهم بحيث ان احنا نقدر نتعامل مع الطلبة المتعثرين ده بانواع التعثر نفسه، اذا كانت في السنوات الاولى او حتى في السنوات الاخرى اللي هي النهائية، بحيث ان احنا نؤدي للطالب خدمة تليق به وتليق بتاريخ كلية العلوم. مع هذه الخدمات ووجودنا في فصل الصيف والأجازة الصيفية، قطاع التعليم والطلاب بيهتم بقى ان في أنشطة صيفية خاصة. الطالب عايز يروح رحلة، الطالب عندنا معسكر دائم في جمصة تابع لجامعة المنصورة، ممكن يكون عندي لقاءات تحفيزية. كيفية اهتمامكم بالأجازة الصيفية من خلال قطاع التعليم والطلاب ايه؟ احنا ده السؤال في منتهى الجمال يا دكتور صلاح، لانه في الحقيقة بيقول ان احنا اهتمامنا مش على قد السنة الدراسية فقط، لا ده احنا بنبقى معاه في الاجازة ونوفر له ايه الفرص المتاحة، بحيث انه حتى لو كان عاوز يتدرب تدريب ميداني نقدر نحققه له، لو كان عاوز يتدرب تدريب علمي نقدر نحققه له. طب لو كان عاوز ترفيه، عندنا احنا اعضاء نشطين في المصايف، في ان احنا بنودي المعسكر الصيفي، طلابنا موجودين هناك اعضاء مشاركين، وبنروح ورا طلابنا بنهيئ لهم اسبوع او اسبوعين من الحياة الطيبة، يقدر يعمل ريفريشمنت او يعيد صياغة نفسه في الفترة الصيفية. طيب احنا كجانب ثقافي لكلية العلوم، على فكرة بالمناسبة لو احنا شفنا كده كلية العلوم ودورها في جامعة المنصورة وطبقا لرعاية الشباب، احنا بنعمل فعاليات مقدارها 2.5 في المتوسط اسبوعيا.
الفعاليات دي ايه؟ ده الفعاليات مختلفه. احنا المبادره الرئاسيه مشاركين فيها اعضاء فاعلين فيها جدا. اذا كانت بدايه موده، احنا كمان مشاركين في حياه كريمه. يعني حياه كريمه ده انتوا لكم تقولوا جامد فيها، ويعني اهتمام كبير من فخامه الرئيس بحياه كريمه. وفوجئت وانا بتابع قطاع سيادتك على السوشيال ميديا، لقيت ان انتوا موضوع حياه كريمه ده بالنسبه لكم موضوع كبير. يعني كل ما نستعين به ان احنا نزيد من ثقافه الطالب ونوعيه بمشاكل وطنه، بمشاكل حياته. احنا وصلنا مثلا في موده ان احنا حتى بنعلمه ازاي يختار شريك حياته. احنا مثلا ممكن نفاجئ ان احنا عندنا طالب مثلا بيجيب امتياز وشاطر اكاديميا جدا، بس لما يجي يعمل انترفيو في شركه ممكن لا يحصل على فرصته، مش عارف يتكلم. طب ده احنا وصلنا ان احنا بنجيب له من سوق العمل نفسه HR بيجي يقعد معاه يدربه ويقول له ايه نوعيه الاسئله اللي انت ممكن تتسالها. موضوع مهم، وده قطاع يعني ده اصل لكم بقى، اللي هو موضوع البرامج الجديدة والمناهج الجديدة اللي خارج الصندوق، اللي لها علاقة بالمجتمع واللي بترتبط بسوق العمل. قطاع التعليم والطلاب كلية العلوم بتهتم قوي، او عندكم ميزة ان عندكم برامج اكثر تميزا. قربنا ايه البرامج دي، وايه علاقة البرامج دي بربطها بالمجتمع وسوق العمل؟ احنا عندنا فعلا في 7 برامج نوعية مميزين ولهم قدرة على التنافس رائعة الى اقصى درجة، لانهم بتوع المستقبل. احنا عندنا لو لخصنا المستقبل في عدد من المسارات نجد مثلا في الطلائع ايه؟ الذكاء الاصطناعي. احنا خطينا خطوة ناحية الذكاء الاصطناعي. طيب المميز عندنا في كلية علوم ايه؟ احنا عندنا كلية الهندسة عندها برامج للذكاء الاصطناعي، كلية حاسبات عندها برامج للذكاء الاصطناعي. طب ايه اللي احنا ممكن نميزه في علوم عن هندسة؟ ايه الجديد اللي ممكن نقدمه في عن هندسة وعن حاسبات؟ احنا في الحقيقة من متابعتنا للبرامج التعليمية على مستوى العالم، مثلا لو اخذنا مثال بسيط، الصين متقدمة الى اقصى درجة وخطت خطوات تعليمية رهيبة، بس المشكلة اللي احنا مقابلينها انه الذكاء الاصطناعي احنا بناخد تطبيقه وليس اساسياته. يعني في وفرة في التطبيق الا في الاساسيات. احنا مش متمكنين قوي من اساسيات الذكاء الاصطناعي. انا ممكن استخدم الذكاء الاصطناعي في الطب، في الهندسة، في حتى وصلنا ان احنا الشات GPT بنسأله في حياتنا العامة، بس احنا فين وجودنا في اساسياته، في خوارزمياته؟ احنا قدمنا السنة دي برنامج قد يكون فكرته احاديه على مستوى مصر كلها، ان احنا بنهتم ببرنامج اسمه الرياضيات والذكاء الاصطناعي يهتم باساسيات الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته. احنا هنشارك في الفاونديشن بتاعته، مش مجرد تطبيق بس. يعني التنافس بتاعنا خارج الصندوق زي ما بيقولوا. عندنا برنامج وليكن البتروكيميكالز، البتروكيماويات، ده برنامج في منتهى الجمال بتقدمه كلية العلوم، لانه خريجه بيشتغلوا 100%. مين البرنامج التعليمي اللي خريجيه بيخرجوا يلاقوا فرص عمل؟ احنا في البرنامج ده يمكن ما عندناش حاجه اسمها متابعه خريجين، لان هم كلهم شغالين.
احنا عندنا برنامج البايو تكنولوجي. البايو تكنولوجي ده في خلال ال 10 15 سنه دي لغه العصر. ده اللي هي احنا هنأسس لنوع من انواع الطب الجديد والكادر الخادم لانواع الطب الجديد. مين اللي هم العلماء والباحثين اللي هيخدموا على الاطار ده؟ مين اللي هيقدم لنا مثلا في جوده الشؤون الصحيه او كل الموضوعات البحثيه؟ هم طلبه البايو تكنولوجي. عندنا كنا بنتكلم على البترول والتعدين ده، وده برنامج في الحقيقة هيكون مبشر وبنعيد صياغته من جديد، وخصوصا لما هنلاقي اتجاهات جديدة في بلدنا الحبيب، ان احنا بندور مثلا وليكن على الطفلة الزيتية دي نوع من التكنولوجيا الجديدة بتتقدم على مستوى العالم، لابد ان احنا نكون مشاركين فيها. مين اللي هيشارك فيها؟ ده برنامج البترول والتعدين. اذا احنا بنعيد صياغه اللي هو ما هو موجود عندنا، بحيث ان هو يبقى منافس ومواكب لتطورات سوق العمل وفرصه. دكتور، ايه المقصود بطلاب المنح الدراسيه؟ يعني ايه طلاب المنح الدراسيه؟ احنا في الحقيقة كان في برامج مقدمة منح من الجامعة الأمريكية أو من برنامج المساعدات الأمريكي، بيتبنى عدد من الطلاب. احنا عندنا تقريبا هنا في الجامعة حوالي 70 طالب. في الحقيقة بوجود الرئيس الأمريكي الجديد، يعني هم تم إلغاء ما يسمى بالمنح الدراسية ديت. بس احنا كجامعة المنصورة وكلية العلوم عندنا أوامر واضحة إلى أقصى درجة إن الطلبة لا ينتقص من قدرهم، يحافظ على فرصهم، يحافظ على منحهم. احنا قادرين داخليا داخل جامعتنا إن احنا نقدر نغطي ما كان يقدم لهم من الجانب الأمريكي. الميثاق الأخلاقي قطاع التعليم والطلاب بكلية العلوم جامعة المنصورة، الأستاذ دكتور محسن زهران وكيل الكلية للطلاب والتعليم مهتم جدا بما يسمى الميثاق الأخلاقي. القصة مش قصة بس طالب أكاديمي إن أنا هديك علوم، إن أنا هديك أفكار علمية متميزة. إيه حكاية الميثاق الأخلاقي ده؟ هو إحنا عندنا في حاجتين أساسياتين إلى أقصى درجة، اللي هو أخلاقيات البحث العلمي أو الأخلاقيات العلمية، وفي البحث العلمي. أي دولة بتتطلب أنها تتقدم أو بتبحث عن التقدم لازم يكون فيها دايرة مغلقة ما بين أخلاقيات العلم أو أخلاقيات البحث العلمي وما بين البحث العلمي ذاته. لأنه في الحقيقة إحنا ما نقدرش نعمل بحث علمي جاد من غير ما يكون له أخلاقياته، من كل ما يكون الباحث عارف أساسات الصنعة بتاعته. يعني بمعنى ايه؟ ازاي يعرف انه اي اختراق او انتهاك لمجموعة اخلاقيات البحث العلمي قد تؤدي الى كوارث، وخصوصا واحنا بنتعامل مع موضوعات بحثية حساسة. لازم يتعلم يعني ايه لما ينتهج التزوير او التلفيق، او انه لا يعي ايه اللي مطلوب منه كباحث يتحلى بالصدق، يتحلى بالاعتراف بالافكار بتاعت الاخرين، يتحلى انه لا يسرق افكار الاخرين. احنا بدانا المرحله ديت، وحتى انا محاضر في اخلاقيات البحث العلمي في مركز تطوير الاداء الجامعي، وكنا نلاحظ انه الموضوع ده لا يطرح او لا يقدم الا لما الطلبه تكون بتحصل على رساله الماجستير او الدكتوراه. لا، احنا في كليه العلوم ودي كخطوه سباقه عملنا نادي ما يسمى بنادي العلوم. ده مفتوح للطلبه بحيث انها تقول افكارها، تقول محاضراتها. بيبقى يقام كل يوم 3 الساعه 3 من اساسيات البرامج اللي مطروحه محاضرات كامله عن اخلاقيات البحث العلمي، عن اساسيات البحث العلمي، عن صنعه البحث العلمي ذاته، بحيث ان احنا نطور من مهارات طلابنا. حضرتك كلية العلوم زيها زي كليات جامعة المنصورة بتهتم جدا بملتقى التوظيف، لدرجة ان عندنا هنا وحدة خاصة بالتوظيف داخل جامعة المنصورة ولها مندوب داخل الكليات ومنها كلية العلوم. مدى اهتمام قطاع التعليم والطلاب الاستاذ دكتور محسن زهران وكيل الكليه للطلاب والتعليم بقصه التوظيف، بملتقى التوظيف، ان انا اربط الطالب بسوق العمل، ان انا عندي مجتمع صناعي، مجتمع زراعي، مجتمع ساحلي. موضوع التوظيف ده اخباره هنا ايه وتعظيمكم له شكله ايه؟ احنا في الحقيقه يمكن نكون محظوظين بقطاع شؤون التعليم، شؤون البيئه في كليه العلوم بقياده الدكتور محمد ابو النور. هو ملتقى التوظيف هو بيخصص له مجهود خرافي، والجميل ان احنا بيتم التنسيق مع بقيه القطاعات، اذا كان قطاع شؤون التعليم والطلاب او اذا كان قطاع الدراسات العليا، لان هي المساله مساله متكامله، العمليه عمليه متكامله. بنقدمه. ليه احنا بنقدمه؟ لانه في الحقيقه
لابد ان يكون في شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني. دول شركاء نجاح. وبالمناسبة احنا مش هنحصل على دعم وبحث علمي الا اذا كان لنا شراكات مع المجتمع الصناعي ومع المؤسسات المجتمع المدني، حتى في طلبنا للدعم البحث العلمي. دعم البحث العلمي دلوقتي اما بروح اطلب مثلا من اكاديميه البحث العلمي او من حتى من جهات مانحه خارجيه، عاوز عندي افكار بحثيه، طب ايه اللي هيعطيني ده؟ لازم يكون معايا شريك من المجتمع الصناعي يكون موجود معايا داخل اطار المجموعه اللي هتقوم بالبحث العلمي. اذا ان احنا ملتقى البحث العلمي هو ده وسيله احنا بنخترق بيها المجتمع بتاع الاقليم بتاعنا، وبنتعرف على احتياجاته، بنتعرف على ايه اللي مطلوب مننا، مش بس بكره وبعده، لا ده خلال 10 سنين هنقدم لهم منتج شكله ايه. احنا عندنا الطالب بتاعنا هو سفيرنا في الخارج، فاذا لم يحقق النجاح احنا تقريبا يبقى ما نجحناش في رسالتنا. فاحنا اذا كنا هنقدمه للبترول للصناعات الكيماويه، صناعات الاطعمه، المنسوجات، البلاستيك، لابد ان هو قبل ما يخرج يبقى عارف المواصفات اللي مطلوب منه في تواجده في احد المجالات اللي المطلوب نعمله. عندنا في قطاع البيئة سيادة الوكيل اللي مسؤول عن الملتقى التوظيف عامل عامل دايرة محوكمة مراقمنة للأعداد اللي شغالة، التفاصيل بتاعتها يعني. تفاصيل كاملة. طيب لو رحنا لقطاع التعليم والطلاب واتكلمنا ان حق اصيل عندكم الاسر الطلابيه. الاسر الطلابيه بتقوم بانشطه كبيره بتنمي المواهب. انا ابن من ابناء جامعه المنصوره، وكان عندي موهبه برضو وانا طالب هنا في الجامعه، وكنت بصدر جورنان شهري وده كان اساسي لعمل الاعلام. قول لي كيفيه اهتمام سيادتك بالاسر الطلابيه وبالمواهب المتفرقه، اذا كانت جماعيه او فرديه او ما شابه ذلك من مواهب داخل الكليه. والله يا قيادات جامعة المنصورة من أول رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور شريف خاطر، أو حتى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الأستاذ الدكتور محمد عطية بيومي، أو حتى القيادات الخاصة بكلية العلوم، زي ما بنقول بنهتم بالأسر والفعاليات الطلابية بنفس التعليم الأكاديمي. طيب احنا عندنا لو لاحظنا انه الاهتمام ده بيوصلنا لمرحلة ان احنا بنروح كقيادات ورا طلابنا وهم بيلعبوا كوره، ده احنا بنشاركهم تشجيع الفرق، بنروح معاهم ونشوف قد ايه هم مهتمين في البروفات بتاعتهم في المسرحيات. طيب انا هعمل طالب علمي ازاي اذا ما كانش مثقف مدرك لما حوله؟ فاحنا بنحضر معاهم مسرحيات الطلاب. وعلى فكره كليه العلوم لها المركز الاول السنه اللي فاتت بمسرحيه في منتهى الجمال في الدنيا. يمكن المحترفين يتجادلوا او يتعجبوا من مدى الجوده، من مدى الاتقان اللي موجود، كانهم ممثلين محترفين. عندنا طلابنا موجودين في جميع الانشطه الطلابيه وبمراكز اولى. عندنا مشاركين في كل الفعاليات بتاعت الخاصه بالجامعه، اذا كان تواشيح حتى الترانيم، كل ما هو موجود كلية علوم موجود.
الجوالة احنا عندنا موضوع كبير، وموضوع يمكن احنا بنهتم بيه، لانه حياة الجوالة دي فيها نوع من انواع الشغف، فيها نوع من انواع اللي احنا بنتطلع لحياة الطبيعة نفسها. عندنا 3 محاضرات بيأتيها المسؤولون عن الجوالة، إذا كان في جامعة المنصورة أو إذا كان خارجين من جامعة المنصورة، بيجوا يعقدوا محاضرات كاملة عن إزاي نعمل كامبينج، عن الأماكن اللي موجودة في مصر إزاي نعملها، عن مواصفات الشخص الجوال نفسه، عن طبيعة ثقافته، عن أدواته واللي هو مطلوب منه إن هو يصنع منه. إحنا ده وكأنه محاضرات دائمة موجودة بنطلع الحايز، بحيث ان احنا نعرف يعني ايه الجوالة وايه قوانينها وايه فلسفتها وايه الحكمة وراء ما يسمى حركة الجوالة في بلدنا الحبيب. هل بتتيح فرصة الجوالة دي، بتتيح فرصة للانتماء، بتتيح فرصة انتماء، وبتعرفنا يعني ايه بلدنا بكل مواصفاتها وامكانياتها وتراثها الحضاري والاثري. المقررات والمناهج، هل مطلوب ان احنا كل سنة قبل عام الدراسي يكون في مراجعة لها، ولا سيستمها بيبقى شغله ازاي بالنسبة للمناهج للطلاب في مرحلة البكالوريوس؟ شوف، اي ابداع او اي تطوير لابد ان هو يجي من حركة دائمة، السكون لا يأتي ابدا من وراه اي نوع من انواع النواتج اللي احنا ممكن نتوقع منها الخير. طيب احنا متاح لنا ان احنا نعدل، وده مطلوب وسنة ودايدا لكل اعضاء التدريس، انهم لازم يعدلوا المقررات حتى ولو بنسبة 25% يا دكتور صلاح. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا مثلا لو جد مثلا ان احنا نستخدم الذكاء الاصطناعي في بعض البرامج، لابد انها تكون موجودة، وما لا يترك كله. حتى مع بعض البرامج بنجيب بعض الزملاء المتخصصين ازاي ندخل الذكاء الاصطناعي في المقرر ده لو كان مثلا عندنا بعض التجارب اللي بنسميها تجارب افتراضية، الطالب هيتعلم منها لو اتفرج عليها وتؤكد المعنى الفيزيائي او المعنى العلمي اللي هو بيشرحه، بيبقى موجود داخل المقرر. فاحنا عندنا عملية التحديث دائمة وابدا، والجامعة حتى بتساعدنا على كده، لانها في اطار الرقمنة والحوكمة بنرفع مقرراتنا على منصة الجامعة بمواصفات الجامعة بتحتم انها تكون مطورة سنة عن اخرى، بحيث ان الطالب مش بس يكون بياخد مقرر جامد النصوص، لا ده يبقى منفتح على كل المنصات التعليميه الدوليه. اذا ما انا ما عجبش المحاضره بتاعتي اللي انا الماده اللي بعطيها، لا يقدر يتعرف على مين اللي بعت المحاضره ديت، موجود لينك لهذا داخل المقرر، يقدر يعطي له اكتر من بديل يخش كمنصه دوليه، يشوف المقرر هنا ويشوف المقرر هنا ويشوف المقرر هنا، ويعرف يتفاعل انا مستوانا ايه بالنسبه للمقررات العالميه وبالنسبه للمواد اللي بتعطى داخل المقررات، وبيعرف احنا قد ايه الحمد لله عندنا ما نستطيع ان احنا نبني عليه. مؤتمرات والدليل على كده يا دكتور صلاح انه خريجينا هنا لما بيتاح لهم فرصة للسفر بيجد فرصته بكل سهولة، بل انه كتير منهم بيعترف ان احنا الحمد لله في منطقة جيدة جدا نستطيع ان احنا نقول لا نقدر، لا ممكن يكون لنا فرصة، لا احنا لنا ارث تعليمي وثقافي يقدر يخلينا ان شاء الله ان احنا ننطلق لبكرة بسهولة ان شاء الله. دكتور محسن، كلية العلوم كلية كبيرة، كلية عريقة،
قطاع التعليم والطلاب اهتمام كبير من السيد رئيس الجامعة، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والتعليم. ازاي بيهتموا بقطاع سيادتك هنا وبيدعموك وفي تقوية للنشاط الأسر، تقوية ومراجعة واهتمام بالمناهج بقطاع التعليم والطلاب عموما؟ كيفية اهتمام الجامعة وإدارة الجامعة بهذا القطاع؟ طيب، هو السؤال جميل إلى أقصى درجة. السبب في كده إيه؟ إحنا عندنا مثلا 3 فعاليات كبرى تمت داخل 3 فعاليات كبرى تمت داخل كلية العلوم. ال3 فعاليات كبرى رغم مسؤوليات معالي الوزير الدكتور شريف خاطر، الا انه جاء كليه العلوم 3 مرات، شارك في كل الفعاليات الكبرى في كداعم وكمساند لنا. الدكتور محمد عطيه البيومي دائما وابدا موجود معانا في كل الانشطه وكل الفعاليات وبيشاركنا، وقد ايه بيبقى يفرحهم بنواتج المخرجات ما يتم من الفعاليات. يعني احنا كان اخر مره كان معالي النائب معانا لما بص على مجموعه من الابحاث اللي مكتوبه بواسطه الطلبه، كانت مفاجاه في منتهى الجمال، وقال لا ده حاجات تقدر وحاجات لابد ان احنا ننميها وحاجات لابد ان احنا نزودها. وده فعلا اللي احنا بنعمل بصدده الملتقى الثاني، بحيث ان احنا نقدم حركه بحثيه جيده لطلابنا طلاب كليه العلوم. هو في الحقيقه اصل التعليم ايه يا دكتور صلاح؟ يعني الفكره الاساسيه للتعليم هي ايه؟ القدره على حل المشكلات. احنا لما بنقول تعليم صحيح ان احنا بنقول ايه؟ ازاي نحل مشكله قدامنا. دي فلسفه البحث العلمي. احنا بنبدا مع الطلبه مبكرا بجانب التعليم الاكاديمي، لا احنا بنعلمه فلسفه ازاي يكون متمرس حتى في حياته الخاصه، ازاي يفكر انه يحل المشكله بغض النظر عن ان المشكله تكون ايه. ومش الحل ده، الحل لابد انه يكون علمي متزن جميل قابل للتطبيق. لان انا ممكن اقول حل المشكله معينه غير قابل للتطبيق، فكره جيده غير قابله للتطبيق. لا احنا بنعلمه فن الممكن، فن الافكار الجميله هي الافكار القابله للتطبيق. قيادات الجامعه الاستاذ الدكتور شريف خاطر، الاستاذ الدكتور محمد عطيه البيومي، الدكتور اسامه، طبعا احنا عميد الكليه دكتور اسامه العيان عميد الكليه، احنا بنشكره عظيم الشكر، لان هو الفتره هتنتهي بنهايه هذا الشهر. قدم للكليه اشياء مقدره ومحسوسه، واحنا في منصه او في موضع ان احنا بنقول الحمد لله نقدر ننطلق، لان احنا عندنا امكانيات الحاضر. ايه اللي احنا ممكن نعمله؟ لا ممكن نتحرك الى خطوات ملموسه ومحسوسه في المستقبل ان شاء الله. حضرتك استاذ الفيزياء النوويه والنظريه، وكيل كليه العلوم لشؤون الطلاب والتعليم. لو قلنا ان هذا القسم وهذا التخصص من الاقسام العظيمه والمتميزه على ارض الوطن العربي والقطر المصري، ازاي ان القسم ده استفدنا منه في إدارة قطاع التعليم والطلاب، لأنه من القطاعات المهمة والحيوية والأصيلة داخل الجامعات المصرية؟ احنا يا دكتور صلاح لابد ان احنا نكون راصدين للمستقبل. يعني احنا المفروض التخطيط الاستراتيجي احنا مش بنبص مثلا، يعني احنا كلنا بنتكلم على ما يسمى بالارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي. هو في الحقيقه لو كنا منطقيين لازم نتكلم على السوبر ارتفيشال انتليجنس، يعني المرحله ما بعد الذكاء الاصطناعي. طب بالنسبه للفيزياء النوويه، وكانك بتستقرئ افكارنا او بتشاركنا كاعلامي، انتوا هتعملوا ايه في مثلا الفيزياء النوويه وفي توقيتها الحاضر. احنا في الحقيقه انا استاذ الدكتور سيد الوكيل لما جه كليه العلوم هنا جاء من الهيئه الطاقه الذريه، فعدد من الاساتذه اللي احنا خرجنا من الطاقه الذريه جم هنا وبنوا مجموعه بحثيه متميزه في السبعينات. في الحقيقه بعد حادث تشيرنوبل الكل خاف وتوجس الخيفه من المفاعلات النوويه والتكنولوجيا بتاعتها، وقالت انه الاثار بتاعتها اثار مدمره وقد تخرج من الاطار الاقليمي للاطار العالمي. احنا في الحقيقه في اخر 10 سنين ومع توجهات الدوله للبحث عن مصادر طاقه بديله وجيده تقدر تغطي ما نتطلبه، اتبنى مفاعلات الضبع. مفاعل الضبع ده من اكبر محطات العالم اللي مبنيه من الاتحاد كتعاون ما بين روسيا ومصر. طيب ده عباره عن 3 وحدات كبرى. طيب احنا المفروض يكون عندنا
كمشروع قومي كوادر خادمة ومستعدة انها تساهم في هذا المشروع، ونكون احنا جاهزين لبكرة. فاحنا الان وحضرتك بتتكلم عندنا برنامج دراسي بنحاول ان احنا نعمل اللوائح بتاعته والاطار المقررات بتاعه، وهيكون بالشراكة مع بعض الجهات، مثلا اذا كان هيئة الطاقة الذرية بعد ما يبان ملامحه، او هيئة المواد النووية، او بعض الجهات الاخرى، بحيث ان احنا نعمل برنامج يليق ببكرة، نكون مستعدين لطلبات او الكادر البحثي والعلمي لمشروع كبير جدا. بل احنا برضو المجتمع لازم يعرف بمنتهى البساطة انه الفيزياء النووية، انه اجهزة التشخيص في الطب هي فيزياء نووية، اجهزة الاشعة كلها هي اجهزة نووية، لابد ان احنا نكون موجودين فيها، عارفين تفصيلاتها، عارفين تحديثاتها، عارفين المواصفات بتاعت اللي جاي. طب ما احنا معنى كده ان هو سوق محتاج كوادر، لازم نكون مستعدين له. احنا مؤهلين لهذا، لنا تاريخ من اول ما هيئة الطاقة الذرية صنعت، عندنا كوادرنا المعترف بها حتى عالميا، المفروض ان احنا نستفيد بيه. رسالة من سيادتك لطلابك. انت عندك طلاب في مرحلة البكالوريوس، طلاب في مرحلة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه، عايز تقول لهم ايه من خلال هذا اللقاء والاهتمام بيهم، لان هم العصب الاساسي. بتخرج الطالب يشتغل بره، بتخرج الطالب اذا كان متفوق بيكمل مع سيادتك ويتم تعيينه كمعيد وفي دراسات العليا او في مرحله الماجستير والدكتوراه. عايز تقول ايه لطلابك هنا داخل الكليه؟ انا عاوز اقول لهم ان احنا نقدر نستطيع. يعني انا عندي مثل غريب في منتهى الغرابة ممكن اقوله، انه احنا عندنا في طالب سنة 2020 نشر معايا بحث دولي. الولد ده موجود في الدكتور ده موجود في ماكس بلانك. انا بشرح الحكاية دي ليه؟ الطلبة بعد ما جم، صغير متميز، طالب موجود. السؤال بص، شوف انت سألت السؤال ده يا دكتور صلاح، الطلبة سألوه ليه؟ قالوا يا دكتور هو لما الطالب ده نشر البحث ده لانه متميز ولا احنا نقدر؟ قلت لهم لا، انتوا تقدروا. وعشان كده نشأت في كلية العلوم الحركة البحثية الطلابية. عندنا اكتر من قبل التخرج اكتر من 40 بحث. اذا ان احنا نقدر. انا بقول لكل الطلاب احنا نستطيع ان احنا نكافح ونبني املنا ونبني شراكاتنا ونبني مشاريعنا من حيث المبدأ موجود. وانا مش هاخد اكتر من انه الخواجة لما قال في رواية توفيق الحكيم عودة الروح، انه تحت جلد الفلاح حضارة 7000 سنة. لنا ارث تعليمي، لنا ارث حضاري، وجودنا في اي مكان بننجح فيه وبنطور من نفسنا. اذا احنا عندنا امكانياتنا اللي نقدر نوجد مكاننا في الغد، بغض النظر عن الغد اخباره ايه. احنا قادرين نخلق ما احنا موجودين فيه. بقول لطلابي حظوظكم كلها موجودة، انه الطريق مفتوح للمجتهد، الطريق مفتوح للمكافح. بكرة التخصص لازم تكون محترف فيه، التخصص لازم تكون متمكن منه. احنا مش اقل من الجامعات الكبرى. مثلا انا هضرب مثل انه كامبريدج او الجامعات اللي هي رقم 1، عندنا عدد الشركات اللي بتبناها الطلبة بتتعدى 500 و600. احنا ليه طلابنا ما نقدرش نعمل فيهم الطموح انك انت ممكن تبني شركتك وانت ما زلت طالب عندنا هنا؟ محتاجين حد يفتح الباب. لو طالب او طالبة فتحوا الباب، انا متأكد انه احنا ان شاء الله هيخلق عندنا جيل يبص لبكره بنظره مختلفه. احنا الحمد لله عملناها. في بعض الارهاصات اللي موجوده من الطلاب بتقول لي مثلا انه احنا عملنا برنامج كمبيوتر عشان نحل بيه المشكله الفلانيه عندنا كذا، بل انه في بعض الطلاب عملوا بعض البرامج لو انا قلت عليها ممكن تكون مضحكه، بس انا فرحان بيها. انه حتى مثلا بيعطي برنامج يقول للطلبه الجداد اللي جايين جامعه المنصوره او كذا، ايه الاماكن اللي انت ممكن تسكن فيها، ايه الاماكن اللي انت ممكن تجد بناء على البادجت اللي معاه او بناء على المبلغ اللي معاه، انت ممكن تشتري حاجاتك منين، انت ممكن تروح فين. البرنامج هو عمل فكره، بس الفكره ناجحه، انا فرحان بيها وبشجعه، بس احنا عاوزين نطوره بحيث ان احنا نكون اكثر احترافيه وان احنا نكون اكثر ملائمه للغد.
الأستاذ الدكتور محسن زهران وكيل كلية العلوم جامعة المنصورة لشؤون الطلاب والتعليم، شكرا لحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. انا بشكر شخصيا دكتور صلاح، بقول لك ربنا يبارك فيك، حاجه جميله جدا. بشكر كل الكادر الجميل، ضيوفنا، هم مش ضيوفنا، هم اصحاب مكان طبعا. بتمنى لقناه الدلتا كل النجاح، بتمنى ارتباط جميل بالواقع الاقليمي. وانا هقول مفاجاه غريبه يمكن انتوا لا تتخيلوها، انا ما اعرفش هل خاصه بيا ولا لا، ان انا وجودي في السعوديه كنت انا الحاجه الوحيده، وكان في كتير جدا من زمايلي يضحكوا عليا ان انا بتفرج على قناه الدلتا. فكان يسالوني سؤال إيه قناه الدلتا ايه؟ فاقول لهم ساعات بيجيبوا حاجه من المنصوره، من مدينه المنصوره او مدينه المحله، او ما اتفرج على محل منطقتي، او ما اتفرج على محل ممكن يكون فاتح، اتفرج كذا، اشوف على الشاشه حد انا اعرفه وما الى ذلك. فبشكركم دائما وابدا ناجحين، بتمنى لكم كل التوفيق والسداد واجمل الامنيات الطيبه. شكرا. أعزائي المشاهدين، وده كان آخر سؤال أجريناه من خلال حلقتنا النهاردة، وكان لقاء خاص وحصري مع الأستاذ الدكتور محسن زهران وكيل كلية العلوم جامعة المنصورة لشؤون الطلاب والتعليم. مع تحياتي صلاح عبد السلام، شكرا وإلى اللقاء. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر الحارة كان العمارة قعدت سلم طول الليل. مصر الشاب الجدع الشاب بنت بترسم قلب وسم. مصر الزحمة مليانة رحمة، ايد بتعدي وايد بتشيل. وكوباية شاي عالرايق تفوقك لو متضايق، ونكتة ضحكت من القلب، وحمص الشمع الكورنيش، وخد طبق فول ورغيف عيش. وقعد وغمس هنا على جنب راضي نعيش فيها علقة. وهي دي مصر اللي بجد، في مصر تروح في أي مكان، في ناس مختلفة
يخطرش على بال حد.